سؤال أخير أريد أن أسأله، هو ربما سؤال شخصي. صديق مقرب لي كان في برنامجك، هو من لبنان. هل هذه مسألة تتعلق بالجنس؟ هي لا تتعلق بالجنس، ربما بالجنس. قد يكون هذا جيدا أن نتكلم عن الجنس. مشروع ليلى كانوا في برنامجك يوم الجمعة، ولديهم عدد كبير يتابعهم في لبنان، وكانوا في برنامجك وكانوا هنا أيضا، وكانوا يقدمون أغانيهم. المغني الأساسي هو ربما أول مغني شاذ معلن في لبنان. البعض قد يقول، وأنا أتساءل، أنك ربما إذا أعطيتهم مجالا ليعرضوا فإنك بهذا تهين الدين. هذا سخيف. أنا سمعت أغانيهم ولم أسأل عن توجهاتهم. نحن دعوناهم وهو جاء، وأنا لم أتحرى عن خلفيته. لم أعرف هذا. لم أكن أعرف أن إذا ما كان كذا. هل ناقشنا أن يكون هناك شاذ معلن يظهر في البرنامج؟ هو فقط جاء وأدى الأغنية. وبالمناسبة هذه ليست أول مرة يأتي إلى مصر، هو جاء إلى مصر مرات عديدة. إذن هم فقط كانوا يحاولون النبش في أي شيء ربما ليجعلوك تبدو غريبا أمام الناس، سواء بالدين أو أمريكا أو ما إلى ذلك. هي فرقة ذات شعبية وهي تؤدي في كل مكان، وكانت مشهورة، وكان قرار جيد أن تأتي للبرنامج. نحن لم نروج لأي شيء سوى الموسيقى وما قدموه. اوكي، شرفتونا وشرفتونا ان شاء الله في مصر، وباذن الله نشوفكم تاني، ما تبقاش اخر مره